واحد من أهم الشخصيات اللي حاربت الاحتلال الفرنسي في مصر، واللي معروف بشجاعته ومواقفه الرجولية اللي بتبان في الأوقات الصعبة. محمد كريم، حاكم الإسكندرية خلال الحكم العثماني. تعال نشوف قصته. اتولد محمد كريم في الإسكندرية، وبالتحديد في حي الأنفوشي. أبوه مات وهو صغير، فكفله عمه اللي فتح له دكان صغير كده في الحي واشتغل فيه. كان فترة تعليمه بيتردد على المساجد، وبيقعد يحضر الندوات الشعبية عشان يتعرف من خلالها باجتماعيته وصفاته المحمودة اللي أحبه كتير من الناس بسببها. وفضل على الحال ده لحد ما سمع عنه مراد بك، حاكم مصر وقتها، اللي ولاه أمر شؤون المدينة ليصبح صاحب الكلمة الأولى والحاكم الفعلي للإسكندرية. وفي 19 مايو 1798 خرج أسطول فرنسي مكون من 260 سفينة من ميناء طولون بفرنسا، محملا بالجنود والمدافع والعلماء، وكان على رأسهم نابليون بونابرت. كانوا جايين قاصدين اسكندرية، وطبعا وهم في الطريق عدوا على جزيرة مالطا. وأثناء ما كانوا هم في مالطا، إنجلترا جالها خبر خروج أسطول فرنسي للبحر المتوسط، فجهزوا هم كمان أسطول بقيادة نيلسون عشان يشوفوا توجهات الأسطول الفرنسي رايحة فين. خرج نيلسون بالأسطول الإنجليزي لجزيرة مالطا، ولما وصل فوجئ إن الأسطول الفرنسي غادر الجزيرة من 5 أيام. وهناك رجح إن الحملة الفرنسية اتجهت نحو الإسكندرية. وصل الأسطول الإنجليزي قبل وصول الأسطول الفرنسي اسكندرية في 28 يونيو 1798. ووقتها بعت نيلسون وفد الحاكم المدينة السيد محمد كريم بيستسمحوا بنزول الأسطول الإنجليزي للمدينة، فرفض طبعا محمد كريم طلبهم. خرج بعدها نيلسون بالأسطول الإنجليزي لشواطئ الأناضول عشان يزود دعم الأسطول الإنجليزي، ويدوب ما عداش أسبوع والحملة الفرنسية كانت موجودة على شواطئ الإسكندرية. وقتها بعت السيد محمد كريم يستنجد بمراد بك وإبراهيم بك، واستقر الأمر وقتها إن مراد بك هيطلع بجنوده متجها للإسكندرية عشان يدافع عنها، وإبراهيم بك هيفضل موجود في القاهرة. وصلت الحملة الفرنسية شواطئ اسكندرية، وبالتحديد في منطقة العجمي، في 1 يوليو 1798. نزل نابليون قواته بالليل، ودخلوا المدينة ماشيين على أقدامهم. الفكرة بقى إن عدد سكان المدينة اللي قاموا الحملة الفرنسية ما يتعداش 8000 نسمة، وبالرغم من كده ما كانش فيه جنود تحمي المدينة من خطر الفرنسيين. حاول محمد كريم الدفاع عن اسكندرية، وفضل يقود المقاومة الشعبية حتى بعد ما استقرت الحملة في المدينة، وتحصن بقلعة قايتباي، وكان معاه مجموعة من الجنود لحد ما خلصت ذخيرته وتم أسره هو واللي كانوا معاه. دخل نابليون اسكندرية وأعلن الأمان لسكانها، وأعجب بشجاعة محمد كريم من كتر ما بيسمع عنه، فخلاه حاكم الإسكندرية زي ما هو، مع وجود الجنرال كليبر حاكم عسكري للمدينة. فضل كليبر يحمي المدينة، ومحمد كريم من الناحية التانية بينظم المقاومة الشعبية لحد ما قامت ثورة في أرجاء المدينة كلها. اعتقل كليبر مجموعة من الأعيان عشان يوقف الثورة، وفي 20 يوليو 1798 ألقى القبض على محمد كريم وعين مكانه محمد الشربجي حاكم الإسكندرية. بعت كليبر محمد كريم لبوقير مكان وجود الأسطول الفرنسي، ثم بعد كده بعتوا له رشيد، ومن رشيد للقاهرة عن طريق سفينة طلعت بيه مخصوص من نهر النيل، لحد ما وصل القاهرة يوم 12 أغسطس 1798. ولما وصل القاهرة اتوجهت ضده تهم كتير جدا، منها التحريض على المقاومة وخيانة الجمهورية الفرنسية. واستمرت المحاكمة لحد يوم 5 سبتمبر، لحد ما حصلت المفاجأة. بعت نابليون رسالة للمحقق اللي كان بيحاكم محمد كريم، بيأمره فيها إنه يعرض على محمد كريم بدفع فدية قدرها 30,000 ريال خلال 24 ساعة.
فرفض محمد كريم إنه يدفع الفدية، ولما ألح عليه البعض إنه لازم يفدي نفسه بالغرامة اللي فرضها عليه نابليون، رد وقال: إذا كان مقدورا علي أن أموت فلن يعصمني من الموت أن أدفع الفدية، وإذا كان مقدورا علي الحياة فعلى ما أدفعه. وفي 6 سبتمبر 1798 أصدر نابليون أمر إعدامه رميا بالرصاص.